سلام اختي، غنجاوبك في فيديو باش كلشي يقدر يسمع. علاش بزاف ديال المصريين تكبوا على المغرب ولاو كيعيشوا فيه؟ اولا هذا هو السبب الاول علاش انا درت هذاك الفيديو. القضيه وما فيها هو المغربيه فاش كتكون كتسط على الافلام المصريه كيبان لها لانه المصري هو الراجل الرومانسي. نفس الحاله المغربيات اللي كيتسطاو على الافلام التركيه كيبان لهم الاتراك شي حاجه واو. انا مشيت عاشرت معاهم كيقتلوك تاني بالشفاوي بحال المصريين، التمثيل الرومانسي الخاويه بلا فايده. المشكل هو التوعيه. المغربيه اللي كتكون عمرها ما خرجت من المغرب داكشي اللي كتشوفه في الافلام كتحب لها هو اللي كاين في الواقع. كيبان لها المصري رومانسي، كيبان لها التركي رومانسي، كتقول غنعيش حياه زوجيه سعيده سمينه معسيله. كتنوض تقول والديها من هذاك السيد نخلاق، كتهز باليسه كتمشي لمصر. علاش؟ لانه المصري صعيب عليه الفيزا باش يدخل عندنا المغرب. كتوصل لمصر كدير معاه زواج عرفي، لا اوراق لا والو. كتصدم في الواقع، الجوع، العصا كيولي يضربها. فين ديك الرومانسيه؟ هما معروف عليهم وحوش. ومهم كتصدم في واحد المجتمع اللي هي ما كابراش فيه. اعيد واكرر، انا ما كنعممش، كنهضر على هاد الفئه. اش كدير؟ كتولد معاه، كتولي باغا غير ترجع تعيش في البلاد. كتمشي تبكي على القنصليه، عتقوني خاصني الحاله المدنيه، خاصني العقد، خاصني هادي باش تجيب راجلها للمغرب. كتنوض كتجيبو للمغرب، كيوصل هو للمغرب اشنو غادي يدير؟ فاش غادي يخدم؟ الله اعلم. اش كدير؟ يا اما كتكون عندها هي الحرفه ولا شي حاجه كتنوض هي تخدم عليه، ولا كيفتحوا قناه في اليوتيوب كيفتحها هو وكيبدا يلحس الكاب على المغرب. المغرب بلد جميل، المغاربه هادي المغاربه هاديك. كيسمي القناه ديالو مغربيه مع مصري في المغرب، المهم شي اسماء راكم عارفين العناوين. وصافي هذه هي الحياه الزوجيه، وهذاك الشيء اللي حنا بغينا نتفاداوه. حنا علاش هادشي؟ حنا علاش جالسين هنايا؟ باش نوريكم زعما شنو غادي يوقع من هنا لقدام الا زعما بغيتو توعاو. زعما الخوت راه حنا الناس اللي عايشين في اوروبا راهم عارفين المصريين اش كيسواو. راه حنا عارفين كل واحد والمستوى ديالو. بطبيعه الحال الانسان حجر وطوب ما كنعموش، ولكن راه حنا كنشوفوا الاغلبيه. راه كون كان فيهم الخير ما غاديش نقولوا لكم. وزيدون الاله المغربيه، ديري قيمه راسك. بغيتي تزوجي بالبراني خدي شي راجل من شي بلاد تكون متطوره، اللي فاش زعما غادي تطلقي منه تلقى الحقوق ديالك، ما غاديش يشرع لك الزنقه. فهمتوا؟ هذا هو البلان. اما حنا مبغيناش ندخلوا لكم في الحريه الشخصيه ديالكم، واخا انها ولات ظاهره عامه.